وسقطت العباءة يا عم الحاج. والله واحد مش عارف يدي الجايزة دي لمين فيهم هما الاتنين. بعد فضيحة قطر جيت اللي هزت الأوساط كلها في إسرائيل، طلع علينا النتن قال لك إيه؟ لا بقول لكم إيه، إن كان على الدولارات وعلى قطر ده الولا يائير زعيم المعارضة واخد على قلبه قد كده أهو. مش انتوا عارفين بقى زعيم الشباب اللي عامل الهوليلة دي كلها، ده معبي وغارف منهم قد كده أهو على قلبه. ما أنا لو وقعت مش هقع لوحدي، واضح إنه متورط بجد. طلعت بقى علينا قطر قالت لك ايه؟ نعمة يا مصر منى، دي البيت اختي منى. انا يا مصر اعمل كده؟ دول عايزين يوقعوا بينا يا مصر. انتي تصدقي فيا كده يا مصر؟ والنبي زعلت. دول عايزين يوقعوا ما بين، ده انتي حبيبتي 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 يا مصر. واصلا مصر لا عبرتك يمين ولا عبرتك شمال. سامعاك ياض، سامعاك ياض، يا انت اللي بتقولي هو احنا اخرتها هنصدق الاعلام الاسرائيلي؟ يلا ده انت كنت بتصطاد اي خبر من تحت بير السلم طالع من عندهم عشان تتهم بيه مصر يا دنيا منبطح. جاي دلوقتي في قضية قدام محكمة بأسامي وورق تحقيقات قد كده متسرب، وتقولي دلوقتي مش هتصدق؟ لا ايه وريالة، لا إيه، مش كفاية ولا بقى إيه تحنيك؟ مش كفاية حنيكة بقى؟ نيجي بقى للمزة رقم 2 اللي جابت ورا تصبح ايه؟ طنطك ايران بقى. طنطك ايران جابت ورا للاخر حبيبة قلبي، مع انهم كانوا عاملين نفسهم حاميين الحمى ودول اللي هيعملوا اللي ما اتعمل. لما طنط امريكا قالت لهم ده انا هاجي البكوا لبه، وحشدت قد كده قوات عندنا بقى في المنطقة، وطلع النتن قال لك ده هيتضربوا ضربة ما حصلتش من ايام الحرب العالمية التانية. راحت طنطك ايران قالت لك يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طب بص يا باشا، انا هسحب كل العسكريين بتوعي اللي قاعدين في اليمن، خلاص هسحبهم يا باشا. طب اقول لك يا باشا، انا هوقف دعم للحوثيين خالص يا باشا. يغتي. طب راحت فين الشبحانه يا شبح الحته؟ راح فين فرد العضلات قوي ده؟ راح فين يا اخوي؟ الله انت كمان بتجيب ورا. الله انت خفت من الضرب يا صغنن يا عيتي؟ انت مش كنت شبه الحته يا، مش كنت فارد قلوعك كده؟ والعيال الغلابه اللي عندنا اللي كانوا ماشيين وراك وفرحانين بالحوسي، والحق يا ولا الحوسي بيعمل، يقول لهم عيب، دول موقفين الملاحه عندنا وخاربين بيتنا وقناه السويس واقف. يقول لك لا، دول جامدين. جامدين يا ابني؟ عملوا ايه؟ طيروا كام طياره بدون طيار، نصهم بيجي يقعوا عندنا وبتصطادهم الدفاعات الجويه. يا ابني جامدين بيعملوا ايه؟ واقفين حالنا بس. ابت. طب اهو كله جاب ورا اهو يا اخويا. هتعمل ايه انت دلوقتي؟ موقفك ايه دلوقتي؟ طب انت شايف نفسك عامل ايه دلوقتي؟ يلا مش مشكله، المهم ان احنا معانا 2 دلوقتي فايزين بجائزه الاندال. احنا مش عارفين ندي المركز الاول لمين والمركز الثاني مين. الصراحه الاتنين اندل من بعض. رأي المثل في مصر عندنا بيقول لك ايه؟ الندل لا تعاتبه ولا تلومه، ده عامل زي البقع لا بيطلع لا براسه ولا بقومه. يلا مش مهم، المهم ان احنا عارفينهم على حقيقتهم من زمان قوي. انتوا اللي كنتوا مغفلين، انتوا اللي كانوا ملبسينكم العمه، انتوا اللي كانوا ملبسينكم السلطانيه ومقلوظينها على قد دماغكم. مش مهم. المهم ان العباءة سقطت. واحنا مستنيين بقى سقوط باقي العباءات عن بقية الاشكال المتشبحنة كلها، عشان نثبت للمرة المليون ان احنا اللي كنا صح، وان مصر وجهة نظرها وتوجهها هو اللي كان صح. وفي وسط المعمعة دي كلها مصر الوحيدة الثابتة على موقفها وعلى كلمتها من يوم 7 أكتوبر 2023. صباح الورد.